يا الدهل لا لا، ما كنقولكش انا بالشهر تاعنا ولا بالشهر تاعك، هذاك الشيء مساله ديال الدوله والنظام. انا خاطيني البوليتيك، انا خاطيني البوليتيك يا خويا. انا خاطيني البوليتيك ولا غير راني انا بغيت نقول لك دابا نقول لك انا طلعت هي الجزائر يا خويا اللي كتهضر عليها وعايش فيها انت، هي هذه اللي هضر عليها عمي تبون وفيها هاد الناس عايشين ولا هكا. ما اسمع ليش نقول لك علاش طلعت نقول لك شفت كيشت الخريطه هذه تاع الجزائر، قلت شكون هذا اللي يسرقونا النص تاعنا، على بها طلعت. والله يا خويا انا خاطيني البوليتيك ونقول لك واحد المساله. الجزائر مقسومه كيما انا بالنسبه انا ما قاريش وما نفهمش في البوليتيك، يعني انا يا راسي مكلخ بحالك ما نفهموش في البوليتيك. هذاك الشيء ديك المساله ديال داك الخريطه خاص الناس اللي كيفهموا في السياسه هما اللي يديروا حاجه صاحبي اغا بلاتي باش نفهمك. يعني خاص الناس اللي يفهموا في السياسه هما اللي يحكيوا في البوليتيك. انا وانت يعني من بعيد خلينا نهضروا غير على الجزائر الجديده. هذه الجزائر اللي فيها هي اللي يهضر عليها عمي ما خليتونيش الياس راه بقى يسولك المتاحف وبقى يسولك كتقول له ما على باليش ما عارفش. خطيك البوليتيك وروح معايا للجزائر. واش اللي ساكن فيها الجزائر دابا انت هي اللي كاينه دابا يهضر عليها عمي تبون وعايشين فيها الجزائريين اللي وريتك ولا جزائر اخرى؟ هضرت واش هي ولا ماشي هي؟ بغيت نفهم انا والله خاطيني البوليتيك يا خو. يلا حكمتوني. كمل. الياس نديروا حاجه شابه صاحبي. نديروا حاجه شابه. قول لي روحي نحل فوتو خويا العزيز. خصينا من البوليتيك هذا. انا خاو ما كاين لا والو. خلينا من التمسخير ديالكم اسيدي. واش كي الشاب ديالي كي توجي اسمع عيش حياتك وخديك مسياس علي تاشكر بي. كل واحد ربي يسهل عليه. الياس انا كمغربي علاش انت ما راكش قبيلي؟ ما راكش قبيلي نحكيو مع البجاوي. الياس يا خويا ما راكش قبيلي. انا قبيلي خويا العزيز. علاش تقول لي راك خاوه مع خلينا المرابوط يا خويا نعطيو رساله لخونا ولد بلادنا. حنا نتشرفوا بك خويا الياس انت ومالكه. انا خاطيني البوليتيك وما نفهمش في البوليتيك. كيف هذا البجاوي راسو مربع يا خويا ما يفهم والو يخرط كيف ما انا نخرط. لذلك يا خويا انا بالنسبه طلع ناس اللي عندهم مستوى ناقش معاهم. هذا راه والله تحكي مع هذا خويا الياس واحد مده شهر حتى تولي بحاله كان يجي. اسمح لي يا كمال اسمح لي انت ما عرفتش الموضوع ديال اليوم. ما عرفتش كيفاش الموضوع في الجزائر ولا المايك البجاوي. شوف البجاوي كيفاش متعلم. المايك البجاوي عافاك واحد الدقيقه. شوف الاحترام. ما شاء الله بجاوي محترم. شوف كمل الموضوع ديال اليوم. هو كان الجزء الاول على مغربيه الصحراء غربيه الصحراء في هيئه الامم المتحده، ولكن الموضوع الثاني كمال انا راه جاب لي ربي مسمنه البن يدي دليل حي على قولي انا والياس. اليوم كان الموضوع على الامراض العقليه والانفصام الشخصيه والاكتئاب الاحمر الموجود في 60% من الجزائريين اليوم كيعيشوا منه. هذا الشيء كيدير لي بوس جود شتي. شوف كامل اخويا اليوم انا كنتكلم الياس كيتكلم 1 2 3 فيفا الجيري. كامل خويا انا راه جاب لي بخير حجه بحالك في الجزائر ولا غير واحد في اقاليم كاملين الياس لا ربما يقول لك كاين غير واحد في اقاليم. 1 2 3 شوف الادرينالين يطلع لي. شك اصابتك العدوى الشوشعيه يا اخي. والله راه اصابتك العدوى الشوشعيه. انا كيعرفوني كنحبهم 1 2 3 فيفا الجيري 1 2 3. اجي قول لي بجاوي الا اتحدت المغرب والجزائر الا اتحدنا ما كيبانلكش. لا اسمعني غاسمعني. اذا اتحدنا ما كيبانلكش نقدروا نحرروا افريقيا كامله نستعمروها كامله؟ واش هادو ما خوافين؟
احنا نصيفطوكم نتوما تحاربوا. تقدر بس هادو ما تخافوا لا تديكمش معنا لا اسمع هما خاينين. غاسمع شوف، حنا غنصيفطوكم نتوما تحاربوا ياك، وحنا نبقاو جالسين اللور كنحديوكم، نحديو لكم الحوايج. اش بان لك؟ ما فهمتكش. شوف قال لك اسيدي واحد المشروع باغيين يديروا تجارب نوويه في جنوب افريقيا، وخصهم في اران تجارب، كيقلبوا على الناس اللي عندهم اكسبيريونس، عياو يقلبوا في السي في، لقاو حتى شي واحد، لقاوكم انتم الوحيدين في الجزائر اللي عندكم الاكسبيريونس. اش بان لك؟ دخلوا على القرمومه هادي. قابل كنت كيف قارو غير قابل. لا الكارو سد الكاميرا ولا صوت. لا بالي ايوا صافي. اش بان لك؟ شوف البترول ديالكم والغاز ديالكم وداك الابار حنا نحديوهم لكم، ديروا شوف البترول والغاز حنا غنحديوها لكم، نتوما ديروا التجارب، بقيتوا بالروح ترجعوا نعطيوها لكم، ما بقيتوش بالروح الله يرحمكم، وداك الشيء امانه في عنقنا. اش بان لك؟ يا ودي اخويا العزيز انا غنقدروا الحرب، نقدروا لها والله غنقدروا لها. كنعرفكم والله حتى كنعرف والله نقدروا لها قسما بالله. شعب مقودك فاهم. لا والله حتى نتوما خاطئين. والله غير شعب مقود، والله غير شعب مقود. اش تعاودها ما تبقاش تعاودها. والله اسمع اش تعاودها صاحبي. شعب مريض هكا. اجي امتى غتحرروا فلسطين؟ فلسطين امتى؟ فوقاش البروغرام ديالكم فوقاش؟ حرموا خواتاتكم السعوديين حرموا فلسطين. واش انت ما قدرتيش تبقى محترم؟ هذا هو المشكل ديالك. خويا انا هضرب. واه صاحبي علاش الله سبحانه وتعالى خلقكم هكا؟ علاش؟ حيت مجربين فيهم النواوي دابا انت كتسحبني. واش في راسك انت هاد الهضره هادي كتدل بانك انت دابا حاليا تقصحتي شعلتي كارو دوزناها؟ معليش نتكيف لك في الله. والله الجاوي هبطوكمي على خاطرك لتحت، هبطوكمي على خاطرك انت. خواتاتك ملي غتهبطي دار فيك تجارب نوويه غنديروهم هنا، والله اخويا ما نغيروهم، هنا غنديروهم. الجزائريه تاج فوق راسنا. الهبط قليل الادب شطح الاخر. كمال 60% اخويا الياس 60% في الحاله 60%. الراي ديالك؟ الراي ديالي انا غادي نعاود لك نقول لك الكلام ديال الامام الشافعي رحمه الله عليه، قال له ما حاورت عالما الا وغالبته وما حاورت جاهلا الا وغالبني. لذلك اخي الياس بحال هاد الناس هادو انت غتحاور معاه بمعلومه هو ما على بالوش، يعني يقدر يخسر عليك ما كانش منها ويبقى يمارس معك داك السياسه الاستفزازيه اجي وحروها، يعني كانما كاينه غير الحروب، وكيعرف على الحروب التقليديه ديال عهد صلاح الدين الايوبي والدوله العثمانيه. ما عرفش راه كاينه حروب سياسيه وحروب دبلوماسيه وحروب استنزافيه وحروب هذه كتسمى الحروب التقليديه القديمه. راه دابا ولات الحروب السياسيه، والجزائر شوف كي ولات معزوله غير سياسيا ودبلوماسيا. ماشي الجزائر، مقاطعه فرنسا في شمال افريقيا واللي تحاصرت هي فرنسا. زيد واحد الاضافه حتى نوعيه الحروب ما خصناش نديروهم مع الجزائر، لان صاحب الارض الحقيقي ماشي هي الجزائر كامل. اذا حتى ملي غنبغيو نديرو حروب غنديروها مع صاحب الارض باش نكونوا مفاهمين. الجزائر اليوم هي حارسه للمنطقه نعم، ولكن الحكم الحقيقي لفرنسا كامل. اولا هذا الشيء الكلام ديالك هو صحيح. مثلا غنعطيو غير خير مثال، مثلا المغرب فاش طلق ديك الصحوه التحرريه في دول الساحل وبغى يدير التحالف ديال غرب افريقيا ومشى بالصحوه التحرريه في دول الساحل، شنو بغى يدير؟ بغى يخلص الشعوب من الانظمه اللي هي خانعه لفرنسا، بحال النظام الجزائري. كنتكلموا على محمد باقي اللي كان في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. الرؤساء اللي كانوا خانعين لفرنسا والاهانه كانوا دائما كيشموم، كيف ما جاء ايمانويل ماكرون للجزائر من بعد ما قال لم تكن دوله امه، وفاش قال لهم هل ترى كانت هنا دوله امه، يعني وفاش طلبوا منه الاعتذار قال لهم مستحيل على اننا نعتذر للجزائريين. لذلك هو قدم الاعتذار ديالهم ويعني وسمى المجهودات ديال الحركه الجزائريه اللي هما في فرنسا، ودار لهم واحد اليوم احتفل بهم وقام بالتقييم ديالهم وعطاهم حتى اوسمه. فاش كنجيو كنشوفوا على ان المغرب بغى يدير واحد الصحوه تحرريه،
راه يعني كنشوف على انه كون واحد الاشخاص، هاد الرؤساء دابا اللي حاكمين، لا ابراهيم التراوي لا محمد باقي اللي كاين دابا حاليا في دول الساحل وقادوا انقلابات، تكوين من مدرسه عسكريه مغربيه. لكن فاش كنشوفوا على ان فرنسا ما قدرتش تدخل التدخل العسكري اللي ما دعمتهاش امريكا، شكون اللي كيساعدهم عسكريا وشكون اللي كيدعم الجماعات الانفصاليه والجماعات الارهابيه وكيقودوا واحد الحروب ضد هذه الحكومات الانتقاليه؟ الجزائر بامر من؟ بامر فرنسا. غادي نجيو نشوفوا حنايا نقولوا اش دخل الجزائر في احمرها في اسبوع الفرس. مثلا حنا كنقولوا فرنسا كتهدم لها الامبراطوريه السريه ديالها وكيتفكك لها واحد التحالف ديال سيديا واللي كتحكم فيه. لكن الجزائر شنو مشى لها هنا باش غادي تبغي تنقذ هذا التحالف الفرنسي ديال غرب افريقيا؟ اذا كنشوفوا على ان فرنسا كتعطي الاوامر للجزائر. الجزائر ماذا تعتبر؟ لماذا الجزائر؟ السؤال يطرح هنا. علاش الجزائر هذه مده 60 سنه وهي كتخرج اكبر ميزانيه؟ فاش كيخرج القانون الماليه كل سنه كيخرجوا واحد القدر مالي هائل ديال التسليح من اجل حمايه هذه الامبراطوريه اللي كانت كتدخل منها فرنسا ما يعادل تقريبا 700 مليار ديال الدولار سنويا، وهذا رقم خيالي ما يتقبلوش العقل. اذا كنشوفوا على ان الجزائر هي فقط واحد القاعده عسكريه، ماشي حتى مقاطعه وعلى ان واحد الشعب يعيش فيها، قاعده عسكريه كتحمي بها فرنسا هذه الدول اللي كانت كتستخرج منهم الثروات ديالهم. لذلك هنا كتشوف كلامك صحيح. يعني الجزائر راه بواحد المفهوم نشوفوه كيقول لك ما كايناش قاعده عسكريه، راه كاينه هي براسها قاعده عسكريه. وغادي نشوف واحد الكلام ديال شارل ديغول فاش كانوا سرقوا الصحراء الشرقيه ديال ليبيا، الصحراء الغربيه ديال ليبيا اللي هي الصحراء الشرقيه ديال الجزائر. شنو كان قال لهم؟ كان كيشوف كيفاش غادي يدير، يعني ياسس واحد الدوله اللي هي الجزائر، ويدير واحد الحكومه اللي غتكون تابعه للجزائر واللي غتسيطر على الاوضاع حتى يعني يديروا التسويس، يعني الحكم الذاتي، ويديروا واحد الحكومه اللي يعني عندها واحد الاستقلال شكلي. وغادي تبقى هذه الحكومه، شارل ديغول في قناه الجزيره داروا هذا الروبورتاج، غتبقى محافظه على ذاك الثروات المشتركه بين المقاطعه وبين فرنسا. قال لهم يعني الى مدى الابدين، لكن غادي تبقى هذه الدوله على اساس انها كانها مستقله، لانهم قال لهم المنتظم الدولي ما يسمحش لنا على اننا نبقاو في هذه الجزائر بواحد الصفه مباشره الى واحد الزمن، يعني ما عندوش واحد الوقت، الى زمن غير محدود. هنا هذا الشعب هذا خصو يعرف على انه راه ما كاينش واحد النظام سياسي. خصو يتساءل علاش الجزائر كتدخل في هذه النزاعات، علاش الجزائر كتحارب هذه الصحوه الافريقيه، علاش الجزائر داخله في هذه الدول مع ليبيا، علاش داخله في هذه الحروبات من اجل الثروات، علاش داخله للصحراء الشرقيه، علاش غاديه للثروات ديال ليبيا. اذا هنا خصو يبقى يطرح واحد بعض التساؤلات اخي الياس. واش غنقول لك؟ هذا الشعب هذا راه ما غاديش يفهم بالكلام، ما غاديش يفهم، ولكن الواقع هو انهم غادي يفهموا ان شاء الله، لان النهايه الجزائر قربت. اما فيما يخص الملف ديال الهجره اللي كانت لعبت به المخابرات الجزائريه، وقلنا على ان المخابرات الجزائريه عندها يد، ومن بعد ذلك كيتاكد على ان المخابرات الجزائريه عندها يد باش من خلال الاقاله ديال مدير المكتب الاستخباراتي الخارجي اللي هو جبار مهنا. أقاله النظام الجزائري. لماذا؟ لأنه فشل في مخططه من أجل الضرب في الأمن المغربي ومن أجل تخريب العلاقة المغربية الإسبانية، لأن حزب فوكس المعادي للمغرب كان كينتظر على أن هاد المهاجرين يدخلوا لإسبانيا، ومن بعد ذلك غادي يبقى يطرد المهاجرين المغاربة من إسبانيا ويديروا واحد السياسة عدائية تجاه المغرب، لأن المغرب لم يستطع أن يؤمن الحدود ديالو مع أوروبا. لذلك ولينا كنشوفوا على ان الحكومه ولا يعني الباريس شنو كيقول؟ كيحث ذاك حزب فوكس باش يتم المجهودات ديال المغرب ويشير، يعني يشيد العلاقات المغربيه الاسبانيه، وحتى انه كيعطيهم تحذير، كيقول لهم حذاري من اي سياسه استفزازيه تجاه المغرب.